هو يا لاسي ممكن تكون لغة الجسد ليها معنيين واحتار بينهم الشخص ده قصده ايه؟ تعالوا معايا اسمعوا الموقف ده وانتوا هتعرفوا الإجابة. كان في مرة مقابلة تلفزيونية مع ممثل، ووسط النقاش اتسأل سؤال معين، وقبل ما يجاوب عمل إشارتين عكس بعض. أول حاجة حط إيده على فمه كام ثانية، وبعد كده نزلها وخلى وضع إيده منفتح ومريح، وبعدها جاوب على السؤال. وبعدها لما شافوا الفيديو ورجعوه سألوه عن الحركات دي، قال لهم إنه لما حط إيده على فمه كان هيجاوب بطريقة سلبية، ولكن الكام ثانية دول بعد ما نزل إيده جاوب بطريقة إيجابية على السؤال اللي اتسأله. وهنا بيكون التناقض اللي ممكن يحصل من أي حد. وطبعا هتسألوني طب ناخد بأنهي معنى؟ والإجابة هي إن السر في السياق اللي بيتكلم فيه الشخص، وده انتم اللي بتحددوه. وبس، دي كانت معلومة النهاردة، واستنوني في معلومات تانية جاية كتير. ما تنسوش تعملوا لايك وشير على الفيسبوك وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب عشان تكونوا أول ناس تشوف الجديد.